مفيش أصعب من إنك تحاول تاخد قرار تفارق حد معين وإنت روحك فيه، لأن الظروف صعب إنها تكون في صالحكم. الظروف رافضة تمام الرفض إنها تجمع بينكم. وقتها بتحس إن الحياة بتستخسر فيك فرحة، تلاقيك ببني آدم هو أشبه بالأكسجين بالنسبة لك، وفعليا وحرفيا تحس إن الحياة بتستوقفك تماما عند الشخص ده تحديدا. هو بالنسبة لك هو الحياة. مفيش أسوأ من الصراع النفسي والهجوم القائم بين قلب محتاج وعقل مش مستوعب. مفيش أبشع من الحرب النفسية اللي قايمة جواك 24 ساعة وما بتنتهيش. ما بترحمش نفسك من محاولة إجابة مليون سؤال، وسؤال إجابتهم شبه محزنة. عشان كده بلاش تستصغر أو تستخف بوجع بني آدم شايف إن حياته وقفت عند حد معين ومش عارف يكمل مع غيره، لأنه فعلا شايف استحالة العيش من غير قلبه ونفسه وحسه معاه. بلاش تستهين بشعور حد دنيته أشبه بكشكول قديم متهالك مرمي فوق رف كله تراب، ونسيه الزمن ونسيته الأيام وحرمته من أكتر قلب محتاج له. كفاية شعوره بالفقد والوحدة والاحتياج. يا تقف جنبه تحاول تسنده، يا تدعيله ربنا يكشف عنه الضر.